مساء الفل، وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ بناء على رغبة الجماهير، اول ما رجعت من السفر اهو دخلت المطبخ على طول على طول على طول. النهارده بقى لقيت عندي اختراع كده في الثلاجة الحقيقة، وانا قلت ان يعني ما ينفعش الاختراع ده يعني يتعمل وانتوا ما تشوفوهوش وتعرفوا ايه النظام. انا لقيت عندي لحمه انتركوت متقطعه تقطيعه الشوي في التلاجة. لقيت ماما جايباها من يومين حقيقه، ولقيتها نسيت تتبلها كمان، محطوطه في الفريزر كده زي ما هي. فانا قررت ان انا اتبل اللحمه الانتركوت دي المتقطعه رفيع جدا. الجزار بتاعنا بصراحه موسكي لفيصل يعني بيقطع لنا اللحمه تقطيع خصوصي، عشان هو عارف ان احنا الاسكندرانيه ليهم مزاج شويه في اللحمه كده. اللحمه الانتركوت دي مشهوره جدا في اسكندريه، وبتتعمل سندوتشات وبتتباع جاهزه زي الكفته كده. بيسموها ستيك تقريبا، بس احنا بنسميها لحمه انتركوت شوي. هي قطعه اللحمه بتبقى عامله كده بالظبط، هي دي قطعتها، بس ما بتبقاش طبعا مفرغه، يعني دي عشان متقطعه رفيع شويه فمتفرغه. اللحمه دي بقى بتتبل ازاي؟ هو ده السر، هو ده الاختراع من الاخر يعني. اللحمه دي بتتبل ببصل مفروم ومعاه ملح وفلفل اسود فقط. هتقولي لي بقى اصل بنحط طماطم، اصل بنحط جوز الطيب، اصل مش عارفه بنحط. يا جماعه اللحمه الانتركوت بتاعت اسكندريه اللي كلنا بنروح بنموت عليها في الصيف وبناكلها في سندوتشات عند قريه عبد الوهاب وبلبع والناس دي كلها، بتتعمل كده، بتتبل بملح وفلفل فقط وبصل. في ناس بتحب البصل زي ما هو، وفي ناس تقول لك لا انا عايزه اتبل بميه البصل علشان ما يبقاش فيها حاجات وبتاع. كل واحد وذوقه وكل واحد وايه والطعم اللي بيحبه. بس الحاجات لما بنفتكس فيها بصراحه بزياده بحس ان طعمها بيبوظ. عشان كده النهارده انا قررت ان انا اقول لكم على الاختراع ده، علشان بجد يعني في ناس كتير قوي يا عيني الاكل بيبوظ منها بسبب ان بيقعدوا يقولوا لها لا اكل لازم يتحط فيه بهارات، الاكل لازم يتحيق، الاكل لازم. هو الاكل كده يا جماعه، ملح وفلفل، دي بتتعمل كده، دي ما فيهاش اختراع يعني، ما فيهاش فقاقه زي ما بيقولوا. هي ملح فلفل وبصل مفروم اند ذاتس ات، خلاص خلص. هي دي اللحمه بتتبل بقى ساعه، بتتبل ساعتين، هي نفس الطعم. طبعا كل ما قعدناها في ميه البصل اكتر كل ما طعمها اتشبع اكتر بالبصل وبتاع، ولكن انا بالنسبه لي والله ما بتفرق. تبلتها ساعه زي ما تبلتها 6 ساعات، هو نفس طعم اللحمه بالملح والفلفل والتتبيله بتاعتها، بس مفيش اكتر من كده. الناحيه الثانيه بقى هنا، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، دي اللحمه هي وهي بتستوي. الناحيه الثانيه بقى انا عامله صدق برده بنفس الطريقه. الصدق برده بصراحه بتاع الجزار بتاعنا خطير. انا بس تبلته بشويه بصل وزودت شويه ملح وفلفل. انا عارفه ان الصدق اوريدي بيبقى فيه انا بقول صدق، صدق، بقول صدق عشان انا اسكندرانيه. ايوه اي مين ات، يعني انا عارفه انا بقول ايه، ما غلطتش لا. فالصدق برده نفس القصه، بفرم عليه بصلايه، واحيانا ممكن ازود عليه مثلا شرايح خضار حاجه بتاع. بس انا بما اني هعمله على الجريل النهارده، فانا بصراحه بصوا ما عملتش اي حاجه يعني، انا حطيته زي ما هو كده، عملته بس البصلايه وزودت له شويه ملح وفلفل تاني، وهحطه على الجريل على نار هاديه جدا. وكل ما ناحيه تتشوح ويبتدي خطوط الجريل تظهر فيها اروح قلبها على طول على الناحيه الثانيه. اللحمه بقى اللذيذه بتاعتنا اهي دلوقتي هي على في الطاسه. انا عشان اسويها اكتر بحب ادوس عليها كده بالشوكه. الدهن ده طبعا دهن صحي جدا، مش زي الدهن اللي بيبقى في الحاجات التانية بصراحه. فانا بحب الدهن ده جدا، وده اللي ما بيخليهاش تلزق. فعشان كده مش بحتاج ان انا احط زيت، انا بس بحطها في الطاسه ما بتلزقش، وبس كفايه ان انا اسيح بس الدهن ده شويه واحمرها فيه او اشويها فيه يعني. اللحمه بتطلع خطيره طريه، طعمها حلو جدا جدا جدا. وبنعمل جنبها سلطه خضراء للاطفال اللي بياكلوا سندوتشات. بنقطع عيش بلدي او عيش ابيض، وبنحط لهم فيه شويه سلطه، معلقه طحينه وشريحه من اللحمه دي او شويه صدق، وبنقفل الساندوتش على كده. وكل سنه وانتم طيبين. احيانا طبعا غصب عننا ممكن شويه دهون تيجي على البوتاجاز واحنا بنعمل الاكل. والحقيقه ان انا في اختراع برده تاني انا كنت يعني قريت عنه كومنتس كتير قوي في الجروبات بتاعت الستات اللزاز اللي بيقعدوا يتكلموا عن الحاجات المفيده اللي بيجيبوها بتنفع في البيت وترتيب البيت والحاجات دي. فلقيتهم بيتكلموا عن منتج اسمه فلاش. الحقيقه انه المنتج ده اهو
ده من تاتش، منتج اسمه تاتش، سوري، هو ده. ده لذيذ جدا. الشركه دي بتعمل حاجات في مصر هنا، بتستخدم مواد مستورده. ده بعد ما بخلص طبعا كل الحاجات اللي بتبقى حاصله دي، انا شفتكم كلكم بتتكلموا عليه. ايوه هو ده. فتاتش ده بيبقى لطيف جدا. بعد ما بخلص طبيخ تماما بروح رشه منه، سايباه شويه ومسحيه، بلاقي دهون تطلع معايا هوا. حقيقه نفس الشركه لقيت عندهم برضو دواء لطيف جدا للنمل والحاجات دي بتاعت الصيف اللي بتهب علينا فجاه. انا بحب استخدمه. هو فين؟ استنوا هجيبه لكم. ده المبيد السحري بتاعهم، ده بتاع النمل والحاجات دي، بيبقى لطيف جدا حتى الناس اللي ما عندهاش. ده بيبقى لطيف قوي في حته ان هو ايه، وقايه، علشان الصيف دايما مشهور بانه بيطلع لنا حاجات عجيبه الشكل. انا عايزه طبق ابيض. فبرضه عايزاكم تبقوا تجربوه وتقولوا لي ايه الاخبار بمناسبه الاختراعات اللذيذه اللي عندنا النهارده. فادي اللحمه المشويه زي ما قلت لكم، سهله جدا جدا جدا، بتتبل بملح وفلفل، والصدق بيتبل برضو ببصل وملح وفلفل، اند ذاتس ات. هحسب لكم اللينك دلوقتي بتاعه الشركه اللي بتبيع الحاجات دي، وكمان هكتب لكم او هسيب لكم صوره اللحمه بعد ما تخلص عشان تشوفوا شكلها بيبقى طالع حلو ازاي. صباح الفل. ايوه تاتش يا عبير، هي دي صح، تحفه. الناس كلها طلعت بتستخدمه، انا تقريبا اخر من يعلم بهذا المنتج اللذيذ. والحقيقه انه ليهم موزعين كتير قوي بيشتغلوا من البيت، والمشروع بصراحه فكرته كانت عجبتني قوي لما قريت عنه. هكتب لكم اللينك بتاعتهم دلوقتي في الكومنتس تحت، وهسيب لكم كمان الشكل النهائي للحمه والصدق بعد ما يطلعوا. وحاضر مش هحرمكم من دخلتي عليكم في المطبخ. بحبكم جدا، وان شاء الله اقرب لايف تاني اقول لكم على وصفه تانيه لذيذه تنفع للدايت زي اللي بنعملها النهارده، وتنفع كمان للاكل العادي لو اتعمل جنبها شويه مكرونه او شويه بطاطس. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.